عيد ميلاد رينو وعملت فيها ست الجدعة واخرتها احتست. تعالى هحكي لكم ايه اللي حصل. يا لهوي، كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. اول حاجه انا خدت الحاجات ورحت بيها مطعم كينج توت على اساس ان انا عامله العيد ميلاد هناك بتاع ابني. حاولت، هم عندهم جهاز اللي هو بتاع النفخ ده، حاولت انفخ البلالين والحاجات دي، راير رفض تماما تماما. كان خايف من صوت الجهاز فقعدت انفخ ببقي، ودي كانت مجهود رهيب. فضلت اعمل كده لحد ما نفسي اتقطع، لحد ما جه بابا رينو واخده، ورجعت تاني بعدها للجهاز عادي وكملت بقى بس. يا ريتني ما كنت رجعت. اول ما رجعت انفخ، بصوا نفخت البالونه زياده عن اللزوم اللي هي رقم 2، ففرقعت باظ. وكنت كل ما اجي اعمل حاجه تبوظ، كل ما اجي اعلق حاجه ما تتعلقش، كل ما اجي اركب حاجه ما تتركبش، وكل حاجه معاكسه معايا قوي. انا في اليوم ده يا جماعه، انا كل صحابي قبلها بيوم اللي انا عازماهم كلهم والله بلا استثناء قعدوا يبعتوا لي يقولوا لي طب محتاجه حاجه، اقول لهم لا 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 انا مش محتاجه حاجه شكرا خلاص تسلم ايديكم، انتوا تعالوا بس على الموعد. وهنا كده زي ما انتم شايفين اللزق اللي المفروض كنت هلزق بيه البلالين في السقف ما لزقش، وكنت خلاص بقى اتعصبت قوي بجد، لاني خلاص الموعد عمال بيقرب بيقرب وانا لسه محتاسه قوي. المهم علقت البلالين بالشكل ده، كان شكلها لطيف برضو في الاخر، بس ما كانش ده الشكل المتوقع اللي انا عايزاه. الوقت بيعدي وخلاص الناس قربت تيجي، وانا للاسف لسه باقي لي حاجات كتير قوي. هنا بقى قررت خلاص ابطل اعيش دور الجدعنه ده واطلب المساعده. انا ما بعرفش اقطع بطيخ لو تفتكروا، كنت قايله لكم وادي واضح اهو من القطعه، المفروض ان انا اقطع الحته دي، بصوا قطعتها بميله ازاي. المهم طلبت المساعده من الشيف هنا، وبصراحه الاستاف بتاع كينج توت كانوا ذوق فوق الوصف. انا مش عارفه اقول لكم قد ايه هم محترمين بصراحه. وفكره ان انا عملت العيد ميلاد عندهم كانت افضل بكتير قوي من لو عملته في البيت او عملته في مكان تاني، لاني خدت حريتي جدا. المكان كله اللي هي الصاله الخارجيه كانوا حاجزينها لنا لينا احنا بس، ما فيش حد خالص موجود، فبالتالي كنت واخده راحتي قوي مع اصحابي. المهم انا كان هنا برضو مي صاحبتي وجوزها جم وخليتهم عملوا التوزيعات. بقى اي حد يجي استغل اقول له ساعدني، مع ان في الاول كنت رافضه ان حد يساعدني، وده للاسف كان عيب في شخصيتي، لاني انا من الناس اللي مش بتحب حد يساعدها في حاجه، بحب اعمل كل حاجه بنفسي. بس ساعات يا جماعه لا، لازم 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 نخلي حد يساعدنا، عشان بجد هنحتاس قوي قوي لوحدنا. يعني مش كل حاجه لازم نعمل فيها عم الجدعان قوي كده، لا ما ينفعش. المهم انتوا عارفين ان انا بحبكم وانتوا حبايبي. مطعم كينج توت طلبت منهم يدوكوا خصم لاي حد يروح من طرف يعمل اي حفله او ايفنت هناك، هيدوكوا 20% خصم عشان خاطري. بصوا اقول لهم بس من طرف رافيا، بس طبعا ده لفتره محدوده، اقول لهم من طرف رافيا هيعمل لكم خصم 20%. هم ناس محترمين وذوق فوق، والمكان انا واثقه جدا انه هيعجبكم. نرجع لعيد الميلاد بتاعنا ونشوف. بصوا زي ما انتم شايفين بقيت اخلي كل الناس تساعدني لحد ما خلصنا، وبجد حلو ان احنا ايد على ايد، مش عارفه بتسقفش ولا ايد لوحدها ما بتسقفش، استنوا كده، لا ايد لوحدها ما بتسقف. حلو ان احنا نساعد بعض. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه كان عليها عربيات. فكره الديكور ده ان ابني في الفتره دي من عمره بيحب جدا البساط والعربيات بشكل مش طبيعي، فحبيت اوثق له الفتره دي من عمره بان اخلي كل حاجه عليها بساط وعربيات، حتى المناديل حتى الاطباق كله، بحيث لما يكبر يفتكر الفترة دي من عمره. انتوا عارفين انا مجنونة ذكريات، بحب دايما اوثق اي حاجة لان اللحظات بتعدي واللي بيتبقى منها الذكرى. المهم ده كان الاكل، ويا جماعة كان طعمه خطير، والتورته وكل حاجة، كل التفاصيل كانت حلوة الحمد لله في اليوم ده. وبجد شكرا من قلبي يا شيف، تسلم ايديك. هنا اصحابي الحلوين كانوا كلهم اتجمعوا، وطبعا احنا ميكس جنسيات، كنا يا جماعه من مصر والعراق والمغرب وبوركينا فاسو وتركيا وسوريا والسودان والمانيا، وميكس جنسيات رهيب. تعرفين ان انا الحمد لله اجتماعيه وبتعرف على كل الجنسيات، فعندي اصدقاء حرفيا من كل الجنسيات، يا رب يديمها نعمه. وهنا كانت الاجواء والاغاني اسواني، تعالوا اسمعكم. علمينا رقص الاسواني، يلا زغرتها اسواني. طبعا ده كان جوز صاحبتي، هو من اسوان كمان، وكانت الاجواء بصراحه اغلبها اسوانيه، بس ضحكنا وهزرنا واتبسطنا. وهنا كنت بعمل ستيكرز للاولاد، فضلوا يلعبوا في الكيدز اريا اللي في المكان شويه، واحنا الكبار قعدنا مع بعض وقضينا وقت حلو قوي. شكرا ليهم بجد لانهم شاركوني ذكرى حلوه قوي كده وخلوها احلى بوجودهم. بجد حاجه حلوه قوي في الغربه ان احنا يبقى لينا اصحاب وناس نعرف كده نتبسط معاهم، عيلتنا التانية في الغربه. ربنا يخليكم ليا، ما نحرمش منكم ابدا يا رب. طبعا ما ينفعش ابدا ما اشكرش اصحاب مطعم كينج توت وذوقهم واخلاقهم، لان بجد يومي ما كانش هيكمل لولا اللي هم عملوه معايا. وبس والله، باي باي.